هلعب بمروان ولا حمدي ولا ديانج؟ تعال اقول لك كل واحد فيهم هيعمل ايه في الملعب. عزيزي المشاهد، حيره كبيره في خط وسط ملعب الاهلي في مركز 6، 3 لعيبه على اعلى مستوى، حمدي فتحي اللي ملوش حل، وديانج اللي بياكل مساحات الملعب، ومروان عطيه اللي بيعرف يخرج بالكوره. طيب يبقى انا لو عايز اعمل عمليه استحواذ وابتدي اخرج بالكوره من التلت بتاع اللي ورا، يبقى هلعب بمروان عطيه. ومفيش استغنى عن بن رمضان، لان بن رمضان هو اللي هيعمل لي مرحله تطوير الهجمه ووصلني للتلت اللي قدام. حلو الكلام. طب لو انا بلعب كومباكت جيم وعايز اقابل الفرقه من وسط الملعب بتاعي، يبقى مروان مش هينفع في الحته دي، اللي هينفع فيها حمدي فتحي وديانج. بس هل انت عندك القابليه ان انت تلعب باتنين بيفوت على الدايره؟ وفي فرق مش سهله كده، في فرق في المجموعه مش سهله كده، زي فرقه بالميراس لازم تلعبهم من اول تلت الملعب بتاعك، عشان هم في الخروج بالكوره مش احسن حاجه، لكن هم بيعتمدوا دايما على التحولات، وديانج مفيش احسن منه يعرف يجري لك ويغطي لك المساحات دي كلها. طب حمدي فتحي انا اقدر اعمل بيه ايه كمان؟ حمدي فتحي اقدر العب بيه كمدافع، ومروان او ديانج هو اللي يبقى في نص الملعب، وساعتها يبقى بين رمضان وامام جنب مروان او ديانج، وحمدي هو اللي ورا. ففكره مروان حمدي ديانج لا، ده على حسب سير الماتش وعلى حسب اسلوب الفرقه اللي بتلعب قدامك. فرقه بتلعب ضغط عالي، لا يبقى انا بالتالي هلعب بحمدي وديانج. طب فرقه انت محتاج ان انت تخرج بالكوره، يبقى هلعب بمروان. فرقه على طول بقى تحولات تحولات تحولات، لا يا باشا، يبقى ديانج ما خرجش من الملعب ولا حمدي ولا مروان. قول لي بقى في الكومنتات، انت شايف ان في خطه تشيل اتنين فيهم ولا لا؟